تخيل تبقى راكب طياره وفجاه ينفجر المخرج اللي جنبك ويتفتح الجزء دوت من الطياره وتبقى شايف السماء والنجوم قدامك بالمنظر ده. وده اللي حصل من يومين ل 171 راكب على رحله طيران لشركه الاسكا. ب 20 دقيقه من الرعب عاشهم ركاب الطياره ديت لحد ما تمكنت من الهبوط في اقرب مطار. صوره الراجل دوت كفيله انها توريك حجم الرعب اللي عاشوه لمده 20 دقيقه وكانهم 20 سنه. ومن حسن حظهم انهم كانوا قريبين من المطار وان محدش كان قاعد جنب المخرج دوت. وابن الحاجات الطريفه ان الباب بعد ما اتخلع وقع في حديقه منزل خاص بمدرس، واللي سلم الباب طبعا للسلطات، واللي لقوا كمان الموبايل الايفون دوت واللي لسه شغال وكمان كان على وضع الطيران. علشان من بعدها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ياخدوا الموضوع بهزار كالعاده ويقترحوا ان الركاب يجيبوا الباب بتاعهم معاهم. في حاليا 171 طياره من نفس النوع اتوقفوا طبعا عن الطيران لحد ما التحقيقات تنتهي. لكن على الرغم من الخوف اللي ممكن يكون بيصيب البعض من الطيران، لان الطيران بيعتبر واحد من امن وسائل الانتقال لو قارنتها بالوسائل التانيه زي العربيه او القطارات كعدد ونسبه الحوادث. لكن برايك هل حوادث زي ديت ممكن تاثر على انك تركب طيران بعد كده؟ ولو كنت مكانهم يا ترى كان ايه هيبقى شعورك؟